5 مساء بتوقيت جرينتش، 8 مساء بتوقيت مصر والكويت والسعودية والعراق، و9 مساء بتوقيت الإمارات. ملخص أداء الذهب حتى الآن: فتحنا السوق عند 3310، وصلنا ل 3321، نزل يختبر منطقة الدعم 3293. ولما أقول منطقة دعم للسادة اللي بتسمعني لأول مرة أو ما عندهاش معرفة بمصطلحات التحليل الفني، منطقة الدعم هي منطقة بتكون تحت المنطقة الحالية للأسعار. يعني أنا لو شغال دلوقتي عند 3300، يبقى أقول على 3293 منطقة دعم، دي منطقة أسفل السعر الحالي. المهم نزل لغاية 3293 وطلع لغاية 3335، وشغال دلوقتي عند 3332 3333. الأداء يعتبر عرضي. المفاوضات بين الصين وأمريكا شغالة في لندن، والنهارده أول يوم في المفاوضات. ومن شوية طلع تصريح ان ترامب ادى صلاحيات كامله لوزير الخزانه الامريكي في اتخاذ ما يراه مناسبا في المفاوضات. يعني هو ترامب دلوقتي بدا يسلم ان المفروض ان الامور تمشي على ما يرام مع الصين، فقال لوزير الخزانه ما تدقش قوي، والمهم ان الاتفاق نوصل له قبل يوم الجمعه. المفاوضات على مدار 5 ايام من يوم الاثنين ليوم الجمعه، وكل يوم هياخدوا ملف او اتنين في الامور التجاريه اللي بينهم. طيب احنا دلوقتي اتزنا او اخترقنا منطقه 3325، ودي كانت منطقه مقاومه. لسه هنشوف كده الشمعه هتقفل فوقها ولا لا. لما اقول الشمعه يعني ايه؟ السعر اخر اليوم، يعني لسه حوالي تقريبا 3 ساعات على نهايه اليوم. فهشوف هل السعر هيقفل فعلا فوق ال 3325. لو قفل فوقه معنى كده ان احنا هنختبر يعني السعر هيحاول يطلع الى منطقه 3350 3360. لو قفل تحت ال 3325 يبقى هيرجع تاني ينزل لمنطقه ال 3293. اما فيما يخص الذهب المحلي، عيار 21 ب 4730، عيار 24 5350، الجنيه الذهب 37600.